حبايب القلب يعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله رح نعمل مع بعض الكيك اليومي بمكونات سهلة وموجودة بكل بيت. نصلي على الرسول ونبلش بوصفتنا لليوم. لحتى نحضر الكيك اليومي، أول خطوة رح أعملها إني جبت قلب الكيك، أي قلب أنتم بدكم إياه، ودهنته بالطحنية ورح أحطه بالبراد فترة ما أبلش إني أحضر بالكيك. لحتى نعمل معكم كيك اليومي العادي رح أحتاج 4 بيضات، معلقة صغيرة من الفانيلا، معلقتين كبار من الخل، وراح احتاج بالمج هذا انا عيرت كوب وربع من السكر. طبعا بتعايروا فيه كل اشي، الطحين والسكر والزيت كاسة ونص من السكر هيك صار عندي. هلا راح اخفق جميع المواد هاي لحتى تتكاثر ويتغير لونها. نقول بسم الله. راح اضيف 4 معالق كبار من الحليب البودرة. هيك عندي 4 معالق كبار، وهون راح اخفقهم لحتى يتجانس معنا الخليط ويتغير لونه زي ما قلت لكم. هلا راح اضيف الزيت بالتدريج. هلا راح اضيف كوب من الحليب السائل، برش ليمونتين، 3 معالق كبار من اللبن. هلا راح اخلطهم لحتى تتجانس مع المكونات. هلا هون عندي الطحين طبعا عبارة عن كوبين ونص من الطحين. راح اضيف عليهم بيكنج باودر معلقتين ونص صغار. هيك صار عندي معلقتين ونص صغار من البيكنج باودر. راح اضيف معلقتين كبار من النشا، وهيك بحرك المواد الجافة مع بعض قبل ما انزلهم على المواد السائلة. وهلا المواد الجافة راح احطها على المواد السائلة طبعا على مرحلتين مع التحريك. وطبعا ما بدنا نحرك بقوة لأنه بدنا نخلي الهواء اللي عملناه أول إشي بالمواد السائلة يضل موجود. وهلا عندي قالب الكيك زي ما قلت لكم دهنته بالطحنية، بقلب تقليبة خفيفة. وهلا على القالب على طول. وهيك خليط الكيك صار معي جاهز. هلا بخبطه خبطتين لحتى نطلع الهواء الفقاقيع منه. ندخله على الفرن على درجة حرارة 180 محمم مسبقا، وبياخد معكم من ساعة لساعة إلا ربع حسب الفرن اللي عندكم. وهلأ راح نقطع معكم الكيك ونشوف قطعة. شوفوا ما شاء الله، لون ولا أروع، هش وبجنن ودايب دب. شايفين ما شاء الله، كيك هش وطري وبدوب بالتم دوب. جربوها وادعوا لي، وبشوفكم بوصفة جديدة وبفيديو جديد. يعطيكم العافية.